مستعجلة وما عندكيش وقت وعايزة تعملي الغدا، يبقى عليكِ بقى وعلى الوصفة الجامدة دي. في الأول خالص كده بنستخدم بيضة واحدة بس، ونضيف عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وكمان كوباية من المَيّة وكوباية من الحليب. تقدري تخلّيهم كوبايتين من المَيّة لو أنتِ عايزة. بعد بقى ما خلطناهم مع بعض كويس، هنضيف معلقتين كبار من الزيت، وكمان كوبايتين من الدقيق، عليهم نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنخلطهم بقى كويس مع بعض لحد ما الدقيق يختفي معانا تمامًا، وهنضيف معلقتين كبار من البقدونس أو الكزبرة. هناخد بقى الخلطة دي وهنفضيها في البرطمان علشان نعرف نشتغل يعني بسهولة. هنجيب بقى طاسة ندهنها دهنة خفيفة خالص من الزيت، وهنضيف شوية من الخلطة اللي احنا عاملينها، وأول لما العجينة تبدأ تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية. وهنا بقى هتضيفي أي حشوة. أنا ضفت حشوة فراخ، وضفت كمان عليهم شوية من الجبنة الموتزاريلا، واخد بقى الفطاير دي اقلبها على الناحية التانية، وقطعة بقى من الزبدة علشان الفطاير تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه. ما بتاخدش اي وقت نهائي، اول لما تاخد اللون كده على الناحيتين بنبدأ على طول ان احنا نخرجها وندهنها بقى كده، او نوزع عليها شوية من الكاتشب وشوية من المايونيز وشوية بقى من البطاطس المحمرة، واسرع اكلة ممكن تعمليها. ويلا قدموها بألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ويا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق.